السلام عليكم. يلا نعمل فتة العيد. جبنا كيلو لحمة، حطينا طاسة سخنت على النار، حطينا الحلة، اللحمة خدت وش وقلبناها على الناحية التانية، هنشوحها عشان يبقى شكلها متحمرة. نزلنا عليها بفلفل وملح، لا فلفل وورق لورا وحبهان، ونزلنا عليها بنص معلقة قرفة صغيرة. تمام، لو عندك قرفة عيدان حطي. بعدين هتشوحيها زي ما انت شايفة كده، تقلب على الناحية التانية لحد ما تاخد لون. نخرط عليها بصلاية صغيرة ونشوحها معاها لحد البصل ما تاخد اللون الذهبي وتتكرمل كده. بعدين ننزل عليها بمية مغلية، اهو شايفين المية المغلية اهي على العين التانية. ننزل عليها بالمية المغلية ونغطي عليها ونسيبها تستوي كويس. لازم اللحمة تستوي خالص، يعني تستوي سوا كامل. تمام، اهي زي ما انت شايفة اهي. غطي عليها كل شوية، شوف اللحمة استوت ولا لا، وغطي عليها لحد ما توصل للسوى اللي انا عايزاه. بعدين عملنا رز على العين التانية، وجبنا عيش شمسي مقطعينه شرايح كده ومنشفينه في الفرن، يعني عيش شمسي متحمص، عاملينه قراقيش، كسرناه وحطيناه في الطاسة اللي هنعمل فيها الفتة. كده اللحمة اهي خدت لون حلو، قلبناها على الناحية التانية وقلبناها مرة كمان، وبعدين زودنا لها المية المغلية وهنغطيها ونسيبها تستوي كويس. اهو شايفة هي كده وصلت للسوا. هنصب لها، نرش عليها شوية ملح، يعني هنحط لها الملح ونغطي عليها ونسيبها. ده العيش الشمسي كسرناه وحطيناه في الصينية، وحطينا عليه شوية شوربة وغطيناه لحد ما شرب الشوربة وطري، لانه بيبقى ناشف قوي زي القراقيش. تمام، بعد كده حطينا عليه الرز، وبعد ما حطينا الرز رشينا الدقة اللي هي بالخل والثوم، وبعدين حطينا عليها اللحمة وبألف هنا وشفا.